السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. احنا عملنا مع بعض حلويات كتير، عملنا مع بعض طبخ كتير، فقلت بقى أجدد شوية وأعمل تسالي. التسالي اللي هنعملها مع بعض دلوقتي هنقول اسمها في النص، بس انتوا لو عرفتوا وانتوا بتتفرجوا في نص الفيديو كده ابعتي على طول كومنت وقولي لي هو ايه. عندي نص كوبايه من دقيق الذره، ونص كوبايه من الدقيق الابيض، وبيضايه، ومعلقه كبيره من النشا، ومعلقه صغيره من الملح، وميه. هناخد الحاجات الحلوه دي هنحطها على جنب كده هناك، وهنجيب بوله نظيفه حلوه هننزل فيها. صح. هننزل فيها بالمواد الجافه بتاعتنا. كل حاجه ما عدا الميه وما عدا البيضايه. خلاص. دلوقتي بقى هنديها تقليبه حلوه. تمام. في المرحله دي انت تكوني طبعا جايبه اي طعم انت عايزاه من عند العطار، من عند السوبر ماركت، شوفي انت بتجيبي منين وهاتي. تمام كده. بالجبنه، بالكباب، بالفراخ، اي حاجه، كل الاطعمه موجوده عند اي عطار. دلوقتي بقى هنفقش البيضه، واللي مبتعرفش تعملها على الرخامه كده ما تعملش، عشان البيضه ما تروحش باي باي وفي الاخر نزعل. البيض غالي. هننزل بقى بالبيضايه دلوقتي على الخليط اللي عندي، وهنحط معاهم معلقتين من الزيت. تمام. تمام زي الفل. حسيت ان المعلقتين اللي فاتوا ناقصين نقطتين فحطيتهم، مفيش اي مشكله. دلوقتي بقى هنقلب الخليط اللي عندنا ده كويس كويس. وممكن ما تحتاجيش ميه على فكره، حسب نوع الدقيق اللي عندك، ممكن تلمي معاكي على طول. انا طبعا لقيتها مفروله معايا شويه، فاضطريت احط شويه ميه. وبعد ما حطيت بق الميه ده، يعني رشه الميه دي، رجعت تاني حطيت لها معلقه من دقيق الذره. استعجلت. مش عارفه ايه الاستعجال ده. المهم، يعني كل حاجه بتتحل. يعني انا غلطت غلطه اهو قدامكم، وبحلها بعد كده ان انا هزود معلقه دي او معلقه من دقيق الذره، وهتمسك وهتبقى زي الفل عادي خالص. وهي عموما يعني هتلم بسرعه. شوفوا يعني انا عامله كميه صغيره، انت عايزه بقى كميه كبيره ضعفيها. دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهي، كل ما امسكها تقع، فانا هخليها في البوله مش همسكها. يعني انا هحترم رغبتها واسيبها في البوله. هنسيبها تستريح شويه. هنجيب دلوقتي بقى اي كيس تخزين عندك هتحطيه على الرخامه، وتحطي عليه نقطتين زيت. الحركه دي عشان خاطر لما اجي افرد الاستاذه ما تلزقش في الكيس اللي عندي. تمام. تمام. دلوقتي بقى هنفردها، ويا ريت تفرديها على قد ما تقدري، على قد ما تقدري، علشان خاطر تبقى رفيعه وتديكي نفس النتيجه اللي احنا بنجيبها من بره. خلاص. خلاص. دلوقتي بقى هجيبي النشابه. النشابه دي يا جماعه بقى لها قرن عندي من ساعه ما اتجوزت. اه والله العظيم. اصيله والله. لو ما عندكيش نشابه، اقتراح تاني ممكن تعمليها بكوبايه تكون عندك ساده وتشتغلي، مفيش اي مشكله. مش معنى ان هي عندها يعني بقى لها عندي قرن ان انا متجوزه بقالي قرن، لا. ده تعبير مجازي يا جماعه. تمام كده. هنفرد دلوقتي على قد ما نقدر زي ما انتوا شايفين. ايوه زي الفل. وهكرر تاني علشان ما تقوليش انت عملتي الحاجه ما طلعتش زي اللي بره. تفردي على قد ما تقدري، وتضيفي لها اي طعم انت عايزاه. انا عاملاها يعني تقريبا، يعني قلت هعملها بطعم الملح. تمام. فعشان كده مزوده الملح شويه. انت طبعا هتحطي اي طعم، هتنقصي كميه الملح شويه، تحطي نص معلقه صغيره بس من الملح. تمام. تمام زي الفل. دلوقتي بقى هنقطعها الاول كده زي ما انتوا شايفين بالطول. طبعا في الشارع كلب تقريبا زعلان قاعد يهوهو من ساعتها، فمعلش بقى اعذروني. زي الفل. خلاص يا عم خلاص. صلي على النبي بس. المهم، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انت عرفت انا بعمل ايه صح؟ اهو. عرفتوا دوريتوس يا جماعه. المهم هنقطعه مثلثات زي ما انتوا شايفين، ويعني مش لازم يكون متساوي الاضلاع والزوايا، احنا مش بنبني عماره يا جماعه، احنا هنعمل على قد ما نقدر مثلثات كده زي ما انتوا شايفين. وهنروح دلوقتي نقليها في الزيت. هنحط الطاسه بتاعتنا على العين عندنا، ونحط الزيت، والزيت لازم يكون بيغلي جامد يا جماعه. طبعا انا قلت هجرب الاول وهشوف بعد الفرده دي هيبقى سمكها حلو ولا لا. انا لقيتها تخينه شويه، فعشان كده بقول لكم بعد ما رقتها لقيتها طعمها احلى كتير. لازم ترققيها قوي على فكره، وما خافيش هتطلع من على الكيسه بطرف السكينه، وهتطلعها هتطلع. طبعا احنا بنعملش اللوغاريتمات دلوقتي، الموضوع سهل. هتقليها وهتطلعيها من الزيت عشان ما اخدش بس منكم وقت زياده وتزهقوا مني. بس عينكم تبقى عليها علشان هي بتستوي بسرعه جدا، او بتتحمر بسرعه جدا. يا ريت بقى تنزلي تحطي لي لايك يا ست الكل، حلو زي كده تطلعي تاني. ولو عديتي على الاشتراك اعملي اشتراك. مفيش اي مشكله. دلوقتي بقى قدمناها زي ما انتم شايفين. انا بحب احط الكاتشب على المايونيز، بس ما بحبش اقلبه قوي.
بحب مشبح كده يدي شكل حلو زي ما انتوا شايفين اهو. طعمها كان حلو، وسمكها كان حلو بعد ما رققته. اشوفكم بقى المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفاتي. سلام.